ادي مره ثانيه احمد جعفر ناحيه اليمين وبدايه هجوميه للزمالك والعرضيه والهدف الاول لنادي الزمالك. لسه بقول في الدقيقه الاولى في الثانيه 50 لسه يا جماعه بقول نفس سيناريو لقاء 3-3. يا انطلاقه من احمد غانم في اليمين، لعبها عرضيه طلعها الدفاع، والثانيه على طول الثانيه بنفس تيبيكال سيناريو الهدف الثاني في لقاء 3-3 اللي عملها عرضيه من هنا. كان الكره العرضيه نفس الطريقه لعبها كان شيكابالا وحطها احمد جعفر في الهدف الاول، وايضا حسين ياسر المحمدي نفس القطعه. سيكون هكذا. ادي الكره والتسديده يا ولد يا شريف عبد الفضيل يا ولد بقول يا ولد والكره لسه ما لمستش الشبكه، باينه الكره زي الصاروخ. وعاد النادي الاهلي للمباراه. يا في الدقيقه 17 شريف عبد الفضيل تسديده صاروخيه. يا تاني اهدافه مع النادي الاهلي منذ ارتدى قميص النادي الاهلي. بص الكره رايحه ازاي، مش ممكن. يا على الحلاوه، يا على الجمال. ايه السيناريو هيتكرر ولا ايه؟ في الدقيقه الثانيه في لقاء الدوري تقدم احمد جعفر للزمالك، في الدقيقه 18 تعادل عماد متعب للاهلي. اليوم كل ما حدث اننا اتقدمنا دقيقه واحده، بدل في الدقيقه الثانيه تقدم للزمالك حسين ياسر المحمدي في الدقيقه الاولى، وبدل الدقيقه 18 اللي تعادل فيها متعب. اول واحده هي ناحيه اليمين، هنشوف الناحيه اليمين هتشتغل ازاي، والعرضيه لابو تريكه والتوقيف على صدره ويا ولد والثاني والثاني طبقا لاتجاه التيار. هو كل الهجمات، وقلت لكم من شويه عبد الواحد السيد مش مطمن، بيضحك كده ضحكه من تحت لتحت وعلى طول. يا سلام يا فضل، محمد فضل في قمه التألق، عما بيلعب وياخد فرصه في التشكيل الاساسي مفيش شك بيأثر كتير. النهارده بيسجل اول هدف في لقاءات القمه. يا ادي خد احمد حسن، بقول لكم اول مره ماذا يفعل في الجبهه اليمنى، عملها عرضيه حلوه. بصوا بقى ابو تريكه، شوف الكوره ولفها ازاي وارتدت من الدفاع لمحمد فضل، بيحط هدف جميل. لو كانت جت بتاعت ابو تريكه دي كان بقى واحد من اجمل اهداف في تاريخ القمه. انما محمد فضل بهدوء اعصاب منقطع النظير. بص احمد حسن عمل ايه، شوف احمد حسن عمل ايه، عمل العرضيه، شوف ابو تريكه عمل ايه، شوف التوقيف على الصدر، وادي الكره الجميله وتكمله محمد فضل. مره ثانيه شريف عبد الفضيل عدى وتسديده والهجمه الثالث. اخيرا ابو تريكه بيجيب الهدف العاشر في القمه. كما توقعت في الشوط الاول، بقول لكم ابو تريكه بيحارجم على واحد، جايب 9 اجوال والحقيقه مش موفق تماما في اكتر من مباراه، ضاعت منه فرص عديده. بيحط ابو تريكه هدفه العاشر في مرمى الزمالك. ابو تريكه يعادل الرقم القياسي المسجل لعماد متعب. يا بص الكره، يا سلام يا ابو تريكه، غير اتجاهها حلوه. بص شوف عبد الفضيل حاططها بقوه ازاي، فكرني والله بالكوره اول اهداف ابو تريكه في الزمالك